النهارده معانا واحدة من أحسن وأرخص مطاحن القهوة اللي موجودة في السوق بتلوث مخلوطية، واللي بتتباع تحديدا في السعودية باسم اديسون اكسبرس بسعر في حدود 350 ريال تقريبا أو ما يوازي 3500 جنيه مصري. ولو أنت عايش في أي بلد تانية غير السعودية فممكن تلاقي نفس المطحنة دي موجودة لكن تحت اسم تاني خالص، فتقدروا تعتبروا ان انا بتكلم على الموديل ده بالشكل ده تحديدا من المطاحن، مش على اديسون اكسبرس تحديدا. وصحيح ان كنت عملت لكم قبل كده فيديو عن مطحنة براون، واحدة من ارخص مطاحن القهوة الكهرباء اللي موجودة في السوق، لكن لازم نبقى عارفين من الاول كده ان دي فئة ودي فئة تانية، لان مطحنة براون مطحنة ديلونجي دول بيجوا بتلوث فلات، لكن مطحنة اديسون والفئة بتاعتها كلها بتيجي بتلوث مخلوطية. امكانياتها تعتبر ممتازة جدا، مناسبة للاسبريسو، فرنش بريس، فلتر، كولد برو، فعلا مطحنة هايلة جدا جدا. فتعالوا النهاردة نجربها مع بعض ونشوف النتائج، ونجرب النتائج دي في استخلاص الاسبريسو بالباسكت المكشوف، ونعرف اذا كانت هتحتاج لتعديل ولا لا. فاهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سولوبيديا، معاكم اسلام ويلا بينا نبدأ. تعالوا الأول نبص سريعا على إمكانيات المطحنة المكتوبة على العلبة. مكتوب هنا في الجنب باللغة العربية السعة 350 جرام، الحاوية بتاعة البن المطحون 130 جرام بس، المطحنة صوتها منخفض، فيها بكرة مؤقت بإضاءة ليد عشان تتحكم في كمية الطحن، ومكتوب إن فيها 15 درجة طحن، خشن وناعم ووسط، لكن هي في الحقيقة مش 15 بس، هي 27 درجة طحن، لأن بين كل درجة والتانية في نص درجة. المهم إن دي كل المواصفات المكتوبة على العلبة، والناحية التانية مكتوب نفس المواصفات بالإنجليزي، طبعا صنع في الصين، ومن قدام مكتوب إن عليها ضمان 3 سنين. تعالوا نفتح العلبة. اول حاجه بنلاقيها فوق كارت الضمان وكتيب التعليمات، كتيب محترم جدا مشروح فيه كل اجزاء المكنه بالعربي كويس جدا، وما فيهوش حتى اخطاء املائيه لان الشركه في الاخر هي شركه سعوديه، ونفس الكلام مشروح باللغه الانجليزيه لكن من الجهه التانية من الكتيب. بعد كده المكنه نفسها بتيجي في الكرتونه دي، وهو ده شكل المكنه. والعلبة المفكوكة لوحدها دي هي علبة البن المطحون. المكنة حجمها مش كبير، ما بتاخدش مساحة كبيرة، لكن ارتفاعها عالي في الحقيقة، والمكنة كلها أجزائها من البلاستيك، لكن الجزء اللي تحت ده متغلف بالألمونيوم. اللي في الجنب دي هي بكرة درجات الطحن، واللي فوق دي هي بكرة المؤقت. وهناخد بالنا ان الجزء ده كله اسود، مفيش اي حاجة خالص، لكن في الحقيقة هنا مستخبي الليد انديكيتورز اللي بتقولك المؤقت هيشتغل لمدة قد ايه. الخامات بشكل عام معقولة وكلها من البلاستيك، مفيش حاجة ازاز خالص، وان كان غطا علبة البن المطحون ده هو اكتر حاجة حاسسها ماتيريال بول شوية. وخدت بالي كمان ان فكه وتركيبه غلس شويتين، لكن في الحقيقة هو في هنا جزء كاوتش كده بيبقى محكم تماما مش هيطلع اي بن، وكل دي تفاصيل لطيفة بصراحة. بالنسبة للهوبر اللي بيتحط فيه البن نفسه هنلاقي فيه زرار هنا ورا، الزرار ده بدوس عليه عشان اقدر افك الهوبر ده. الهوبر لما بيتفك فيه زي بوابة كده تحت بتقفل لوحدها، فحتى لو في جوه الهوبر بن انت تقدر تفكه وتركبه بسهولة من غير ما تقلق من البن اللي موجود. بس برضه خدت بالي ان البوابة دي احيانا بتبقى معلقة كده فتحة نص فتحة، متقفلش كويس كده. زي ما بقول لكم الماتيريالز كلها معقولة لكن مش احسن حاجة خالص. قفل كويس. في هنا برضو بين صغير كده لازم تظبطه في مكانه جوه المكنه وانت بتركب الهوبر، مش محتاج تدوس على الزرار وانت بتركبه، مجرد ما بتحطه في مكانه وتضغطه كده وتلفه خلاص بيمسك تاني في مكانه، والبوابه بتكون مفتوحه عشان البن يقدر ينزل. من الحاجات الغريبة جدا برضو ان هما مش كاتبين على العلبة ايه نوع التروس او شكل التروس الموجودة في المطحنة دي. لازم تبقى عندك المعلومة او شفت فيديو عشان تبقى عارف ان هي تروس مخروطية، لكن تعالوا نشوف شكلها. الترس اللي في النص اللي شبه المخروط ثابت في مكانه ماسك في الموتور مباشرة، ما بيلفش خالص لو حاولت تلفه بايدك او تحركه يمين او شمال، ثابت في مكانه كويس. لكن الترس التاني اللي هو شبه الحلقة حواليه ده اللي انا مستغرب له جدا، بيتحرك في مكانه كده مش ثابت. تحس ان حبوب البن هتقدر ان هي تحرك الترس ده شوية يمين شوية شمال، ده غالبا معناها ان الطحنة مش بتطلع متجانسة لاقصى درجة يعني، لكن هنحكم بالتجربة دلوقتي. وعشان افك الترس ده للتنظيف هطلع الحلقة دي لفوق، الفه عكس اتجاه عقارب الساعة، هو الصوت ده، واشده لفوق
وهو ده شكل الترس. ترس معدني كبير في الحقيقة، حجمه من بره حوالي 39 ملي ونص تقريبا. عشان نركبه تاني هنحطه وبعد كده نلفه في اتجاه عقارب الساعة لحد ما نسمع التكة دي. ننزل الدراع المعدن. بالنسبة لدرجات الطحن زي ما قلنا دي البكرة المسؤولة عن درجات الطحن. الشرطة اللي فوق دي أصلا بعيدة جدا عن البكرة، عمرها ما بتبقى مشاورة على الرقم بالظبط، هي دايما بعده قبله في النص ما بينه، ولو عديناهم كده لغاية الآخر 27 درجة بالظبط. فايه علاقة ال 15 بالموضوع؟ مش عارف، لكن خلينا نبقى عارفين بس ان الدرجات هنا اللي مكتوبة دي هي مجرد كده انديكيشن، تبقى بس عارف انت فين تقريبا. التصميم بتاع المطحنة دي بالمناسبة موجود في مطاحن تانية كتير جدا. هنلاقي مطحنة أريتا نفس التصميم بالظبط، مع اختلاف بس في لون البكر اللي موجودة هنا. هنلاقي كازو، وممكن نلاقي ماركات تانية كتيرة جدا كلهم بنفس التصميم ونفس الشكل بالظبط، مع اختلاف بس اسم الشركة أو البراند. سيف جاليري هي شركة سعودي في الأساس، لكن المطحنة دي صنعت في الصين. كازو هي شركة ألماني، برضو المطحنة صنعت في الصين. أريتا هي شركة إيطالي، برضو المطحنة صنعت في الصين. فنقدر نقول إن كل الإمكانيات اللي هنتكلم عنها النهاردة، كل العيوب، كل المواصفات، هنلاقيها غالبا موجودة في أي موديل من موديلات المطحنة دي، سواء كازو أو أريتي أو غيرهم. والموديل ده تحديدا من المطحنة معظم الوقت بيجي درجات الطحن بتاعته مظبوطة، مش محتاجة لتعديل. بنلاقي انعم درجات فيه مناسبة جدا لمكن الاسبريسو، ومناسبة جدا كمان للباسكت المكشوف. لكن ممكن نقول ان 30% من الوقت بنلاقي ان المطحنة دي انعم درجة فيها لسه مش جايبة الدرجة المناسبة للباسكت المكشوف، فممكن تحتاج لتعديل انت وحظك. وتعديلها برضو مش صعب، لو احتاج التعديل هعمل لكم فيديو لتعديلها باذن الله وهنزله برضو على القناة، لكن لازم نجربها الاول عشان نعرف هتحتاج لتعديل ولا لا. فهفك دلوقتي الهوبر، هنضفه كويس وهنضف اي تراب من جوه بمنديل، ونرجع نجربها مع بعض مع انواع مختلفة من البن، ونشوف كمان نتيجة الاستخلاص للبن ده شكله ايه. يلا بينا. مجرد ما بنوصلها بالكهرباء هنلاقي في 6 ليدات هنا بقوا بينوروا، وتقدر تتنقل ما بينهم بالبكرة دي. وكل ليد منهم معناها ان هي هتطحن كمية معينة، بس الموضوع مرتبط بالوقت مش بالكمية. واخر واحدة دي يعتبر وقت مفتوح، عشان كده هي معمولة بشكل بورت فلتر. وكده كده مجرد ما توصل للكمية اللي انت عايزها تقدر توقف الطحن تاني مباشرة بضغطة تانية على الزرار. المطحنة تقدر تشتغل عادي جدا من غير كونتينر بن مطحون، عشان تقدر تحط البورت فلتر على طول تحت المطحنة وتطحن الكمية اللي انت عايزها. لكن مش هتشتغل لو الهوبر مفصول، وكمان لو شغالة على الفاضي من غير ما تطحن بن بعد مدة معينة هتفصل لوحدها لو كنت ناسيها مثلا. فإمكانياتها ظريفة جدا جدا. تعالوا كده نسمع صوت المطحنة اللي بيقولوا ان هو هادي. على فكرة فعلا هادي، مش الصوت بتاع الخلاطات اللي موجودة في المطاحن التانية، لا الصوت هنا هادي جدا، ظريف جدا بصراحة. وجه دلوقتي وقت اختبار الطحن. معايا نوعين بن، البن ده وسط او غامق شوية، والبن ده فاتح شويتين. فالبن ده ناشف جدا جدا في الطحن، لكن البن ده خفيف جدا في طحنه. هنجرب الاتنين، هستخدم اطباق نوزن فيها احسن. ونبدأ أكيد الأول بالبن الوسط أو الغامق اللي هيكون أخف شوية على المطحنة، ونتأكد إن هي مظبوطة على أنعم درجة طحن. نجرب الأول 20 جرام. بصوا ده كده درجة البن وسط، مش غامق قوي يعني، لكن هو هش وخفيف جدا. فهنحطه، هو حاليا مظبوط على البورت فلتر. يلا نبدأ، بسم الله. سامعين الصوت؟ المفروض ان هي كده خلصت. طبعا واحد من اهم عيوب المطحنة دي ان المسافة اللي البن بيعدي فيها طويلة جدا على المايل هنا كده، فبيفضل فيه شوية بن جوه المكنة مش سهل قوي ينزلوا. ممكن شوية خط كده بينزلوا، وطبعا مش كلهم. فمتوقع نلاقي الوزن بقى اقل شوية، لسه فاضل 4 جرام بس. عموما ده شكل الطحنة، ناعمة جدا. تهيألي ان هي برضو متجانسة جدا، لكن ده هيبان اكتر لما نطحن طحنة خشنة، لان هيبان قوي الفرق ما بين الناعم جدا والخشن جدا. 20 جرام ونص، 27 درجة، بسم الله. اوف 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 اوف، ايه ده شاي ده. نكمل. دي
اخشن نتيجة، خشنة جدا. ده شاي، ده مش ممكن للكولد برو، بس حتى الكولد برو لا هنعم عن كده. تعالوا كده نشوف الوزن. ال 20 جرام كاملين طبعا، ما عشان طبعا البن الخشن سهل ان انا افضيه من المطحنة اكتر من البن الناعم. ماشي، بما ان الدرجة هنا خشنة جدا، ففي اختبار كده انا بحب اعمله بالمصفى، هقدر اعرف كمية التجانس فعلا قد ايه، هل هينزل حاجة من المصفى ولا لا. والله يا جماعة المصفى فاجأتني، احنا لغاية دلوقتي تقريبا نص جرام بس هو البن ناعم. بصوا البن ناعم قد ايه قصاد البن الخشن جدا ده. مفيش بن ناعم اللي هو الباودر قوي ده، بن كله خشن، لكن في خشن جدا وفي خشن وسط وفي خشن نص نص. فنسبة التجانس معقولة، متهيألي إن هي ممتازة جدا جدا بالنسبة للمطحنة في الفئة دي، تعتبر كويسة جدا جدا. ودلوقتي جه الدور على البن الفاتح القاسي جدا جدا ده. بصوا يا جماعة البن ده بن فاتح ازاي. فالبن ده عادة في بعض المطاحن زي مطحنة براون اللي عملت لكم عنها فيديو قبل كده، بيحتاج لدرجة طحن أنعم شوية من البن الغامق أو البن الوسط عشان يوصلني لدرجة الباسكت المكشوف. فتعالوا نشوف هنا المطحنة هتعمل معايا ايه. والله يبدو برضو ان هو ناعم جدا وممتاز. 10 جرام ولسعة. فاحنا خلاص احنا في هنا حوالي 3 او 4 جرام محشورين جوه المكنة، كل مرة ايه بينزلوا. بس شايفين ده بن فاتح، وشايفين درجة النعومة شكلها ايه. مش عارف ليه المرة دي انا مش حاسس ان في باودر ناعم كتير. الموضوع بيبقى صعب جدا شرحه في الفيديو، لكن البن ده طلع متجانس درجة ممتازة جدا جدا. تعالوا الاول نجرب درجة وسط من البن ده، درجة مثلا 7 8، 10 جرام تقريبا. عمل دلوقتي 12 تكة، فواقفة عند 7.5 تقريبا، بين ال7 وال8. بسم الله. هايل جدا جدا، هايل يا جماعة. نزل لنا 11 جرام، غالبا جزء من البن القديم. ودرجة التجانس ممتازة يا جماعة، ممتازة جدا على المكنة دي بالبن الفاتح ده، يعني دي درجة بجد ممتازة. تيجوا برضو نعمل اختبار المصفى. زي ما قلت لكم الدرجة دي أصلا مناسبة جدا للفلتر، فاللي هيبقى بينزل ده اللي هو مناسب أكتر للباسكت المضغوط في الاسبريسو. بصوا كده، هو ده فرق التجانس. في نسبة فعلا من البن الناعم، بس ما هياش باودر، مش بتعمل حتى تكتلات خالص، متعملش أي تكتلات. فده معناها إن حتى أنعم درجة طالعة مع البن ده ممتازة جدا. ودي الدرجة الخشنة، هخليهم كده مفصولين زي ما هما في نفس الطبق عشان يفضلوا باينين. طيب دول الأربع درجات اللي جربناهم، الاتنين دول اللي بالبن الوسط والاتنين دول اللي بالبن الفاتح، دي كده كانت أنعم درجة بالبن الوسط. هنجربها دلوقتي مع الباسكت المكشوف، بس أعتقد إن هي مناسبة جدا جدا. ودي أخشن درجة بالبن الوسط، نسبة التجانس تعتبر ممتازة جدا، بس الدرجة دي خشنة جدا جدا جدا، ما تنفعش غير للكولد برو. ودي أنعم درجة بالبن الفاتح، وطالعة متجانسة أكتر بكتير من البن الأولاني اللي جربناه. وهنجربها دلوقتي برضو مع الباسكت المكشوف. ودي الدرجة الوسط برضو من البن الفاتح، ده اللي صفيناه وده اللي فاضل منه. الدرجة اللي صفيناها دي مناسبة جدا جدا للفلتر، وطبيعي جدا ان يحصل ان يبقى فيه فاضل الدرجة دي، اللي هي برضو ممكن استخدمها مع الفلتر لان هي لازالت خشنة مش ناعمة، وما فيهاش نسبة باودر عالية خالص. يعني شايفين الفرق بينهم اصلا مش كبير جدا. ففعلا نسبة التجانس في المطحنة دي انا شايفها ممتازة جدا جدا على السعر بتاعها وعلى الفئة بتاعتها. وجه دلوقتي وقت ان احنا نجرب الاسبريسو. هجرب الاول دبل شوت بالبن الغامق. ده كميته اكتر شوية، بس صراحة استخلاص مثالي جدا جدا. الاستخلاص شكله هايل جدا جدا. بس تعالوا ندوق ونحكم. تحفة، متوازن ومظبوط وممتاز. زي ما كنت بقول لكم دي نتيجة متوقعة لما شفت الدرجة بتاعة طحن البن،
خصوصا مع البن الوسط او البن الغامق. طيب انا طحنت كمية جديدة 20 جرام من البن الفاتح ده على انعم درجة عشان اقدر اجربها على باسكت الدبل شوت. ما بقدرش اقدر قوي الوقت على السنجل شوت في الحقيقة، وما بقدرش احكم كمان على طعم الاسبريسو، فخلونا في الدبل شوت. الكمية طلعت زيادة شوية، لكن الاستخلاص برضو ندوق ونحكم. متوازن ومسكر جدا، الحموضة العادية بتاعة البن الفاتح، فبصراحة شوت هايل، مش هسيبه يبرد بصراحة. طيب تعالوا نقول كده خلاصة الموضوع كله، بس روق الدنيا دي شوية كده وارجع لكم تاني. طيب زي ما شفنا نتائج المطحنة محترمة جدا، درجات الطحن كتير، ولحظي الكويس المطحنة دي ما تعتبرش محتاجة تعديل. يمكن اقابل بعض انواع البن اللي تكون انشف شوية فيتضح ان هي محتاجة تعديل اكتر للباسكت المكشوف، ولو ده حصل هعدلها فعلا وهصور لكم طريقة التعديل. زي ما شفنا الفرق بين انعم درجة واخشن درجة فرق كبير جدا جدا. صوت المطحنة كمان من اهدى اصوات المطاحن اللي سمعتها لغاية دلوقتي. كمان في رأيي سرعة طحنها تعتبر كويسة جدا، ونسبة التجانس كمان اللي شفناها في الطحنة تعتبر ممتازة في الفئة السعرية دي. فعلا عشان اوصل لنسبة تجانس اعلى من كده هدخل في فئة سعرية تانية خالص من المطاحن. طيب ايه عيوب المطحنة دي باختصار؟ اول واكبر عيب هو موضوع المسافة الطويلة جدا دي اللي بيقعد جواها 3 جرام بن انت وحظك. البتاع ده طريقة فكه وتركيبه هنا سيء جدا بصراحة. الخامات زي ما قلت لكم برضو مش احسن حاجة، لكن هما دول تقريبا اكبر 3 عيوب في المطحنة دي، وبعد التجربة دي فعلا ارشحها لأي حد بقلب جامد. وزي ما وضحت ما اقصدش مطحنة اديسون تحديدا، انا اقصد الشيب ده تحديدا من المطاحن، فحسب توفر المطحنة دي في بلدك فتقدر تجيب اي واحدة فيهم. وبس كده، لو عندكم اي اسئلة بخصوص المطحنة، في حاجة معينة حابين ان انا اجربها عليها، اكتبولي في الكومنتس وهجاوب عليكم باذن الله. ولو عجبكم الفيديو فما تنسوش لايك وشير سبسكرايب في القناة عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.